اهلا بيك. في فيديو النهارده هنعمل الحواوشي بطريقه سهله وبسيطه من غير عجن ومن غير خطوات كتير. هتعملي احلى حواوشي. الحواوشي هيطلع طري شارب من طعم اللحمه من غير ولا تعب ولا مجهود. هتعملي احلى حواوشي. هحتاج لعمل الحواوشي لحمه مفرومه، 3 معالق كبار من الدقيق. هحتاج لفلفل الوان وفلفل حراق، وده طبعا للي عايز الحواوشي حراق. هحتاج قد اللحمة بصل، يعني نص كيلو لحمة مفرومة عليه نص كيلو بصل. لو هتعملي كيلو هتحط كيلو من البصل. هحتاج لخلطة الحواوشي معلقتين كبار. انا بستغنى بالخلطة دي عن توابل كتير ممكن احطها. معلقة كبيرة من السكر، نص معلقة من الملح، معلقة صغيرة من الفلفل الأسود. هضيف الدقيق بتاعنا. الدقيق اللي أنا بضيفه ده ما بيخليش الحواوشي بتاعك بيكش أبدا، وبيبقى زي ما دخلتيه الفرن زي ما بتطلعيه. في الكبة كده هقطع الفلفل الألوان بتاعنا، هقطع معاه الشطة، هتحط نص كمية اللحمة فلفل. الوصفة دي موفرة جدا، هتعمل معاكي كمية كبيرة. زي ما انت شايفة كده انا فرمت الفلفل، مش عايزة افرمه ناعم جدا جدا. بعد كده هحط البصل في الكبة، هفرمه كده فرم ناعم. كده البصل بتاعنا كمان بقى جاهز. هضيف الفلفل والشطة اللي انا فرمتهم، هضيف البصل، الخطوة اللي بعد كده مهمة جدا عشان انا هحتاج اعجن المكونات واخلطها كويس جدا جدا مع بعض. هعجنها كويس بايدي كده لحد ما تتكون عجينة كل المكونات بتاعتها متجانسة زي ما انت شايفة كده. كده الحواوشي بتاعنا او عجينة الحواوشي بقت جاهزة، شايفة. بعد كده هجيب عيش الحواوشي. العيش ده بيكون عيش سميك كده زي ما انت شايفة. العيش الرفيع يا جماعة مش هيبقى مناسب ابدا في الوصفة بتاعتنا. لازم عشان الحواوشي بتاعك يطلع ناجح هجيب العيش كده اللي هو سميك. يعني ممكن تقولي له هات العيش الحواوشي من السوبر ماركت او من الفرن. بعد كده هقطع العجين بتاعي لكور كده حسب رغبتك. يعني لو حابة طبقة اللحمة جوه الحواوشي تبقى سميكة بنكبر الكورة بتاعتنا. لو بنحب طبقة اللحمة جوه الحواوشي تبقى رفيعة فاحنا هنعمل كورة كده صغيرة. وتقدري تجربي كده في اول واحد تعمليه. لو لقيت الطبقة كده مناسبة جوه العيش. ده العيش بتاعنا اللي هنستخدمه في عمل الحواوشي. هنفتحه بالشكل اللي انت شايفاه ده، تفتحيه كده بايدك او بالمقص زي ما تحبي. بعد كده هاخد كورة اللحمة دي هحطها كده جوه العيش وهفردها كده بايدي جوه العيش كله. المكون اللي انا حطيته اللي هو 3 معالق دقيق ده هيخلي لك طبقة اللحمة اللي انتوا حطيتيها دي تفضل زي ما هي، ما تكشش ولا سنتي. وهتشوفيه دلوقتي بعد ما يطلع من الفرن. هفرد كده كل اللحمة في العيش اللي عندي زي ما انت شايفة. الكرة اللي انا عملتها دي كانت مناسبة جدا للعيش بتاعي. بس كده انا كده خلصت كل كمية العيش بتاعنا. بعد كده جبت معلقتين من الزبدة او معلقتين من السمنة او الزيت، اي مادة دهنية عندك. هتمسحي الصينية بتاعتك او الصاجة اللي انت هتسوي فيها الحواوشي في الفرن. همسحها كده بالفرشة.
يعني الحواوشي بتاعنا هديله طبقة دهنية من تحت على الصينية وهرصه بالشكل ده. بعد كده همسحه بالفرشة، يعني هديله طبقة زبدة كده برضو من فوق. تقدري كمان تسوي الحواوشي بتاعك في الطاسة، يعني على البوتاجاز من فوق كده تحط طاسة تحطي فيها شوية زيت صغيرين، تحطي فيها الحواوشي وتغطيه لحد ما ياخد لون، تقلبيه على الناحية التانية. بس لازم تكون درجة الحرارة بتكون واطية جدا. بس انا بحب طريقة التسوية في الفرن، مش بينشف مننا ولا حاجة. هتولعي الفرن بتاعك على درجة حرارة 200. شغلت المروحة بتاعتي، هدخل الحواوشي بتاعنا كده الفرن، مش بياخد مننا وقت طويل. اول ما الحواوشي ياخد لون حلو كده من تحت، شايفين، واخد اللون ده، فبقلبه كده على الناحية التانية. في الوقت ده بيكون كمان اللحمة بتاعتنا بتبقى قربت تستوي جدا جوه الحواوشي. بديله لون كده من الناحية التانية. بس كده، ده كان شكل الحواوشي بتاعنا كده بعد ما خلص. عايزة اقول لكم يا جماعة ان الحواوشي بالظبط بياخد 3 دقايق بعد ما يطلع من الفرن، وبلاقيه طري. مش عايزة اقول لكم على لونه ولا ريحته ولا طعمه. عايزاكم تجربوا الوصفة بنفسكم. احنا كده خلصنا الوصفة بتاعتنا. اتمنى تكون عجبتكم، اتمنى تجربوها. اشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.